السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هعمل النهاردة معاكم صينية كيكة بسيطة كده وجميلة. جبت هنا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم كيس بيكنج باودر، وهنا كوباية عصير برتقال، وهنا كوباية لبن مغلي، وهنا كوباية سكر، وربع كوباية زيت، وهنا معلقتين خل، وكيس فانيليا أو تسكرة فانيليا. هنا بقى انا نخلة الدقيق وحط عليه البيكنج باودر، نخلاه مرتين ومقلباه كويس. يا ريت بقى اللي بيبدأ معايا الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا، وما تنسوش البصمة الحلوة الجميلة بتاعتكم طبعا. جبت بقى هنا بولة حطيت فيها السكر، وهحط عليها كمان كوباية اللبن المغلي. طبعا السكر مش بودرة، السكر عادي خالص، بس اللبن مغلي هيدوب بسرعة. يعني كوباية اللبن دي انا غلياها وحطاها سخنة جدا، ومش هستخدم طبعا الخلاط ولا المضرب. هنا السكر معايا داب خالص. حطيت بقى كوباية عصير البرتقال، واحط كمان الزيت، واحط كمان الخل، حطيت نص كمية الدقيق، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا برضو احتاجت مني شوية مية كمان حطيته لها، وحطيت بقية كمية الدقيق برضو، وحطيت لها برضو شوية مية كمان. ولو احتاجت تاني هحط عادي، مش بيحصل حاجة. جبت هنا بقى الصواني، همسحهم بشوية زيت، ومولعة الفرن بقاله ربع ساعة. همسح الصواني واحط فيها الخليط، وادخلها على الرف الاوسط في الفرن، واسيبها نص ساعة، وبعد كده افتح عليها اختبرها بقى بخل او بشوكة. لو طلعت الخل نظيفة ما فيهاش حاجة خالص، اطفي بقى من تحت واولع الشواية والشاي احمر. يا ريت بقى اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش الاشتراك عندي في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا، وما تنسوش البصمة او الاعجاب او اللايك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. هخبطها خبطتين بس عشان تكون متساوية كده. بعد كده ادخلها الفرن على طول. هنا بقى بعد ما طلعت خلاص من الفرن هقطعها بقى. كيكة البرتقال ليها معزة خاصة عندي بصراحة، بحبها اوي، ريحتها بتختلف عن اي كيكة. اتفضلوا معايا بالهنا والشفا. علوها علوها البصمة لا تنسوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.